بعد كده بنلاقي العصابة بتعرف بوب إن لازم يهرب، وبيقرر يهرب ويغير المكان اللي هو فيه عشان بنته، وفعلا بيعمل كده. وبنروح للشرطة، بتكون عرفت مكان العصابة كلها وبيهجموا عليهم في أكتر من مكان وبيخلصوا عليهم، وبتكون بروفيدا شايفة كل اللي بيحصل، وبنعرف إنها اعترفت على مكانهم مقابل إن النقيب ستيفان يخرجها. فعلا النقيب ستيفان بيجيب لها بيت جديد وبيقعدها فيه، والشرطة بترقيه بسبب إنه خلص على الفرقة 75 الفرنسية. وبنعرف إن النقيب ستيفان بيحب بروفيدا وبيرجع لها تاني وجايب لها ورد وما بيلاقيهاش وبيكسر الباب، وبروفيدا بتكون سايبة ليه ورقة مكتوب فيها إن هي مش ليه، وبتروح تشتري هدوم تانية وبتتنكر وبتطلع على المكسيك. وستيفان بيكون زعلان، وبعد 16 سنة بنلاقي تشارلين بنت بوب كبرت، وبنلاقي بوب قاعد مع واحدة ست وبيعرفها إن أم تشارلين ماتت وهي صغيرة عشان يخفي أي معلومة عنه ومفيش أي حد يدور وراه. المهم بنروح لستيفان وبيكون لسه عايش وبقى عقيل، وبيدخل عليه ملازم وبيقوله إن الرئيس بتاعهم عاوزه الساعة 6. وفعلا ستيفن بيروح وبيسرح شعره في الأسانسير، ومن الظاهر إنها مقابلة مهمة، وبيوصل والرئيس بيكون في انتظاره وبيتكلموا وبيعرفوا إنه سمع عن اجتهاده على الحدود وهو عاوز يقبض على كارهين المجتمع والحسالة. وبيقولوا إن جيم مات، ومن الواضح إن جيم ده زميل ليهم، وبكده يبقى في عصابة تانية موجودة. ومساعد الرئيس من الظاهر بيكون عارف كل حاجة عن ستيفن وإنه ليه علاقة ببروفيدا، وبيبدأ يوقعه في الكلام وبيقوله لازم دايما يكون مستعد للتحقيق. وستيفن بيتوتر. المهم بيخلصوا وستيفن بيكون زعلان من كلامهم، وبنروح لعضو من العصابة اسمه بيلي